ملي كنت شي حرشة صحية وبنينة كنتفكر الوصفة ديال ماما، كتوجد لنا حرشة كبيرة كما كتشوفها معايا درتها بنفس الطريقة ديالها، فريمون كتجي هشيشة وكتذوب في الفم وغير بالبلبولة ولا الدشيشة. وكل ما كنحتاجو البلبولة، انا هنا خديت البلبولة غليظة، كناخد الزعتر، من الاحسن خذوه طري الزعتر والازير، كنقطعهم وكنضيفهم مباشرة على الخليط ديالنا، كنضيفو زيت الزيتون، القليل من الملح، وكنخلطوا الكل مزيان او كنبسوها مزيان حتى كتلبسنا جميع المكونات. كنضيف كميه ديال الماء ومن الاحسن يكون الماء طيب. من بعد ما كنكمل الكميه ديالنا ديال الماء كنغطيها وكنخليها ترتاح على الاقل مده ساعه. مباشره كنحولها في اناء اخر حيت ضاعف الحجم ديالها، يعني شربت لنا ديك الكميه ديال الماء. كنضيف لها السميد الناعم وكنضيف خميره رافعه اللي جوج في واحد، وكنضيف القليل من العسل اختياري وكميه ديال الماء. صافي كنلبسها مزيان بالماء وكنخليها ترتاح شويه، ومباشره هنا كندهن المقله ديالنا. هنا المقله دهنتها بارده، كنضيف عليها القليل من البلبوله الرقيقه وكنوضع الخليط ديالنا. كنحاول نبسطو مزيان حتى كيتقاد لنا، وكنرشو بالقليل من البلبوله الرقيقه. كناخذوا زلافه او كاس وكنحاولوا نضغطوا عليها مزيان حتى كتقاد لنا الجوانب ديالها، ومباشره كنديروها على نار متوسطه. من بعد ما كطيب معنا كنقلبوها، يعني كنجيبوا واحد المقله كبر منها او الصينيه اللي توفر عنا وكنقلبوها وكنخليوها طيب على الجهه الثانيه. من بعد ما كطيب كنقدموها مع الزبده البلديه ولا العسل. انا غنقطع معكم واحد الطريف وغتشوفوا كيفاش كتجي فعلا. يا سلام البنات، ضروري ما تجربوا هذه الوصفه وردوا عليا الخبار.